السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير التبول في المنام. طبعا هنتكلم عنه بكذا شكل وبشكل تفصيلي. فالتبول في المنام بوجه عام بيدل على الرزق والمال. فرؤية التبول في المنام بوجه عام هو رؤية محمودة وليست مذمومة، إلا إذا طرأ عليها بعض الرموز أو تدخل رموز أخرى في المنام فتؤدي إلى شيء مذموم. دلوقتي هنقول كل حاجة بالتفصيل وهنشرح التبول في المنام بكل تفاصيله. التبول في بيت غريب، إذا كان للرجل أو للمرأة، فده معناه إنه سوف يحدث نسب من ذلك البيت. يعني لو الراجل في المنام شاف إنه دخل بيت وتبول فيه والبيت ده كان غريب عليه أو كان بيت حد يعرفه في الحقيقة، فمعناه إن سيحدث زواج من ذلك البيت، سواء بقى كان للرجل زي ما قلنا أو للمرأة، والله أعلى وأعلم. التبول في المنام قد يدل على الخير وقد يدل على الشر. فإذا رآه الغني يدل على إنفاق مال في تجارة أو شيء هو مقدم عليه. أما إذا رآه الفقير أو شخص ليس معه مال فبيدل على الغنى وكسب المال، فهو بالنسبة للفقير خلاص من هم. وعشان كده بنقول إن الحالة الاجتماعية في المنام والمستوى المعيشي بتكون مهمة جدا في تفسير الرؤى، لأن الرمز بيختلف تفسيره من شخص لشخص، عشان كده بندي كذا تفسير في الرمز الواحد. نيجي بقى هنا في تفسير حبس البول في المنام، فهو هم أو منع رزق. يعني حبس البول في المنام بيعني هم لشخص منتظر شيء، فده بيبقى معناه إن الشيء ده مش محمود في الحقيقة اللي هو داخل عليه، أو قد يكون عرض عليه فجأة أو شيء حدث له فجأة فسيجعله في هم. طيب، وقد يكون هو شخص يمنع المال على أشخاص هو مسؤول عنهم، وقد يكون شخص يمنع الزكاة، فعلى حسب حالة الشخص وحسب معيشته، والله أعلى وأعلم. وشرب البول في المنام هو غير محمود. زي ما قلنا إن البول في المنام بيكون محمود، ولكن عندما يأتي بشكل آخر قد يكون مذموم. زي كده شرب البول في المنام بيدل على كرب عظيم وشدة عظيمة سوف يقع بها صاحب الرؤية، والله أعلى وأعلم. نيجي بقى لرمز آخر أو شكل من أشكال الرموز اللي بيجي فيها رمز البول في المنام. فإذا رأى الشخص إنه يتبول أثناء شخص آخر يتبول في ذلك المكان، فده بيدل على تجارة سوف ينفق فيها الاثنان فيها الكثير من المال، والله أعلى وأعلم. وقد يختلف التفسير إذا رأى اختلاط البول بين شخصين في المنام، فده بيدل على إن شخص منهم أو صاحب المنام سوف يتزوج من أهل بيت ذلك الشخص الذي رآه في المنام، فيحدث بينهم نسب، والله أعلى وأعلم. طيب، نيجي بقى لتفسير شكل من أشكال التبول في المنام وإزاي بيكون بيتغير التفسير معاها، وهو التبول في إناء أو في وعاء أو في زجاجة. فكل هذه الرموز قد تدل على شيئين، فتدل على الزواج إذا كان الرجل أعزب أو البنت عزباء، وقد يدل على حفظ المال، يعني بيدل إن الرجل معه مال كثير وبيفكر في طريقة يحفظ بها ماله، وهكذا للبنت. أما إذا رأت ذلك الحامل في منامها إنها تتبول في إناء أو وعاء أو زجاجة، فبيدل على إتمام حملها وولادتها إن شاء الله. أما المتزوجة المنتظرة حمل فده بيدل على حملها بأمر الله، والله أعلى وأعلم. نيجي بقى لأهم رمز، وممكن يكون الرمز ده من الرموز الشائعة اللي تخص رمز البول. التبول في المرحاض. لو رأى الشخص في منامه أنه يتبول في المرحاض فده بيدل على أنه يصرف ماله في منفعة أو خير
أو شيء صائب سيجني له الكثير من المال أكثر مما دفعه، والله أعلى وأعلم. ومن أمثلة هذا التفسير، جاتني بنتي وبتقول: حلمت إنني داخلة عايزة أتبول، ورأيت قاعدة في غرفة نومي، ولكن الغريب إن القاعدة دي كأنها موجودة في حجر والدتها، وبعد ما تبولت كثير من البول قامت وبعد كده نظرت إلى والدتها، فقلت لها: انتي داخلة على مشروع أو عمل؟ فقالت لي: قلت لها: ستحظي بمال كثير، وسيكون المال ده انتي ستعطيه لوالدتك، والله أعلى وأعلم. يعني هنا الرؤية بتدل إنها سوف تنفق مالها لوالدتها. فسبحان الله، الرؤى بتدل على أشياء في الحقيقة، وقد ظهرت البنت دي إن هي فعلا بتتمنى ذلك، إنها تعطي لوالدتها، والله أعلى وأعلم. فالرؤى كاشفة لما في النفوس. من التفسيرات الأخرى هو تبول البنت في مكان غريب، زي ما قلنا قبل كده بيدل على زواجها، ولكن التبول على الأرض إذ كان للرجل أو للبنت أو المتزوجة، أيا كان من رأى الرؤية، فبيدل على إسراف في المال، يعني ضياع المال، والله أعلى وأعلم. والتبول في الثياب معناه حلم لم تصل حتى الآن إليه، فهو حلم ضائع، ولكن وهدف ضائع لم تصل إلى أي شيء فيه، بعكس إذا رأت التفسيرات الأخرى اللي احنا ذكرناها، والله أعلى وأعلم. والتبول في الفراش يدل على شيئين: قد يدل على اقتراب زواج الشخص إذا كان رجل أو بنت عزباء، وقد يدل على المشاكل في حياة الرائي، خاصة لو هو رأى نفسه في المنام مش عارف ينام على السرير بسبب البول على الفراش. وقد تدل سواء كان للرجل أو المرأة المتزوجة على المشاكل الزوجية في الحياة الزوجية عموما، والله أعلى وأعلم. آخر رمز معانا هو التبول اللا إرادي في المنام. التبول اللا إرادي في المنام لشخص أصلا معافى في الحقيقة، نسأل الله العافية، فده بيدل على الخوف والقلق اللي شاغل حياتها، ولكن بشكل كبير جدا ينتبه في حياتها القلق من مشكلة ما أو من موضوع معين، والله أعلى وأعلم. وبكده نكون خلصنا تفسير التبول أو البول في المنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.